الكلمة الآن لسعادة ممثل الجزائر. شكرا السيد الرئيس. أود أن أشكر نائب المنسق الخاص الأكبروف على إحاطته الوافية. لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة مسرحا لسفك الدماء خلال 40 يوما، ومنذ بدء وقف إطلاق النار وبشكل ينتهك بشكل فاضح الاتفاق، قتلت إسرائيل أكثر من 310 فلسطينيين، كثر منهم من النساء والأطفال. تدين الجزائر بأشد التعابير هذه الهجمات الوحشية والمتواصلة من لبنان إلى سوريا إلى غزة إلى الضفة الغربية. تنتهك إسرائيل بشكل فاضح الترتيبات وتتجاهل الجهات الوسيطة والجهات الضامنة. وما زلنا نتذكر تجربة القرار 2735 بوضوح، في تحد للإشارة الواضحة بأن إسرائيل قبلت بالمقترح الأمريكي، ومع ذلك اخترقت وقف إطلاق النار مع الإفلات الكامل من العقاب ومع حصانة كاملة. ندعو الوسطاء والجهات الضامنة لخطة السلام إلى اتخاذ تدابير حاسمة وفورية للمحافظة على وقف إطلاق النار، ولإلزام القوى القائمة بالاحتلال على الوفاء بالتزاماتها. السيد الرئيس، يعاني سكان غزة من كابوس حي بعد حرب أدت إلى مقتل أكثر من 70,000 فلسطيني. يواجه الناجون الآن ما يعتبره كثر المأساة الأزلية، ومع اقتراب فصل الشتاء القاسي نرى أن مئات الآلاف مشردون مزدحمون في خيم هشة، ممتلكاتهم تبللت بالمياه، أطفالهم يعانون من البرد القارس وينامون على الأرض بلا أي غطاء. المساعدة الإنسانية التي كان من المتوقع أن تصل بحرية تعرقلها إسرائيل، وبالتالي أسر بكاملها تواجه البرد القارس من دون ملجأ، من دون طعام، ومن دون مياه نظيفة، وتنتشر الأمراض بسرعة بينهم. هذه الحملة، وهي حملة القمع، هذه لا تقتصر على قطاع غزة المحاصر، ففي الضفة الغربية نرى أن الوضع بالخطورة ذاتها، فنحن نشهد على تصعيد غير مسبوق لإرهاب المستوطنين، حملة متطرفة من العنف، من الترهيب، تدعمها وتحميها قوات الاحتلال الإسرائيلية. المستوطنون المتطرفون يحرقون المنازل، يحرقون المساجد، ويحرقون حقول الزيتون، يقومون بترهيب المجتمعات المحلية، ويستولون على الأراضي بوتيرة مقلقة. هذه الانتهاكات الفاضحة وهذه الجرائم الفظيعة كلها جهود تهدف إلى التطهير العرقي، التطهير العرقي.
المصمم لقتل فكرة دولة فلسطينية مستقبلية. السيد الرئيس، إن المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني تستوجب التحرك الملموس من مجلس الأمن، وتستوجب التزاماً صريحاً بداية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار. ينبغي أن يمثل ذلك الأولوية الفورية والقصوى. ينبغي وضع حد لأعمال القتل. ثانياً، إطلاق جهود إعادة البناء، يعني ذلك فتح كامل وفوري لكل المعابر للسماح بتدفق كبير وبلا عراقيل للمساعدة الإنسانية ولتدفق مواد وأجهزة إعادة البناء. ثالثاً، ضمان المساءلة. لا يمكننا أن ننسى الآلاف من الجرائم الإسرائيلية الموثقة. ينبغي ألا نسمح بالإفلات من العقاب أو بتوفير الحصانة لجرائم الحرب. من هو مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة يجب أن يحال إلى العدالة. رابعاً، رفع الظلم التاريخي. يتحقق ذلك فقط من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير قابل للتصرف بتحديد المصير، وإنشاء دولة مستقلة، إنشاء دولة ذات سيادة مع القدس الشريف كعاصمة لها. ختاماً السيد الرئيس، فلنكن واضحين. إن التضحيات الهائلة للشعب الفلسطيني تضع مسؤولية تاريخية علينا جميعاً، على عاتق الجميع هنا في مجلس الأمن. فنحن ملزمون بتحقيق العدالة من أجلهم، ومن خلال العدالة وحسب للشعب الفلسطيني يمكننا أن نأمل ببناء سلام حقيقي ودائم ومستدام في الشرق الأوسط. شكرا. أشكر سعادة ممثل الجزائر على هذا البيان.